اليوم أنت تعطي وغدا أنت تأخذ، وما أعطيته في الدنيا ستجده أمامك. هي ودائع، هذا يودعها في بنوك وهذا يودعها عند ملك الملوك، فمن أودعها في البنوك لن يراها إذا غيب في اللحد، ومن أودعها عند ملك الملوك لا ترد له كما أودعها، بل يضاعفها الله جل وعلا له، وهذا شيء لا يقدر عليه إلا الله. فالإنسان يودع الله جل وعلا ماله، يودع الله جل وعلا ركعات في الأسحار، يودع الله صلاحا وبرا مع والديه، يودع الله كلمات طيبة مع جيرانه، يودع الله خطوات يحتسبها إلى المساجد. والودائع في هذا الباب عظيمة كثيرة لا يمكن لمثلي ولا لغيري أن يحصيها، لكن ما أردت به وجه الله ووافق شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو الخير.